تخيل انه تدز بنتك للمدرسة الصبح وترجع لك شهيدة الظهر. اي نعم، هذا اللي صار بجنوب ايران. اسرائيل قصفت مدرسة ابتدائية للبنات، وهالقصف راح ضحيته اكثر من 160 طفلة و96 مصاب، اطفال بعمر من 7 الى 12 سنة، ما لهم اي علاقة باي حرب وما يعرفون اي شيء عن السياسة، لا هم محاربين ولا وجودهم يشكل خطر على اي احد. بس الأطفال عند إسرائيل وعند أمريكا دائما مستهدفين، بداية من أطفال غزة إلى ملفات أبستين، واليوم أطفال إيران ولبنان. إسرائيل من قصفت مستشفى المعمداني بغزة اللي كانت تأوي ناس مدنيين أكثرهم من الأطفال والنساء، واللي راح ضحية هالقصف 500 شهيد. بوقتها قالت إنه اللي قصفها هم أفراد المقاومة اللي هم حماس. ونفس السيناريو اليوم بإيران، أمريكا نكرت مجزرتها البشعة ونسبتها للمقاومة الإيرانية، بحيث ترامب قال إنه نوع الصاروخ اللي قصف هذه المدرسة مو بس عند أمريكا وموجود عند أكثر من طرف. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. والمشكلة الأكبر أنه ما شفنا أي دولة عربية استنكرت حتى، بالوقت اللي دول أجنبية رفضت هذا الفعل وقالت كلمة الحق الصالح إيران. مثل ما البرلمانية الإسبانية اللي قلبها محروق على أطفال مسلمين أكثر من المسلمين نفسهم. الحرب اليوم رسالة إلنا كلنا، البارحة أطفال غزة، اليوم أطفال لبنان وإيران، وباكر أطفالنا. الموضوع مو سياسة، والدليل دم هاي الأطفال البريئة. الموضوع يمس عقيدة، يمس ضمير وإنسانية.